الأحساء هنا أبناء النخيل لا يعرفون المستحيل. كيف السبيل إلى وصالك يا فتحاوي دلني. الله بدري عليك. وينك يا حبيبي وينك؟ وين اليوم كريستيانو؟ ما شفتوه؟ أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرج الفتح. ليلة وداعية وموسم نهائي. كان موسم جدا صعب على جميع الفتحاوية ومحبين الفتح، لكن اليوم حنا في المباراة الأخيرة الفتح والنصر لهذا اليوم. خليكم معنا ونستمتع في المدرج الفتحاوي. طبعا الآن 7 دقائق تفصلنا لبداية المباراة، خليكم موجودين. نفس ما عودناكم طبعا لازم نجي هنا شوي ناخذ طاقة من الرابطة، وأيضا بعد راح نفقدهم، فخلونا شوي اليوم ناخذ طاقة ونبتدي معاكم مع اللقاءات الخفيفة بسيطة. بوريكم شغلة بس، رغم الحب والوفاء اللي هنا، شوف تقعد طول المباراة كذا ولا شيء؟ ايه طول المباراة كذا من جد 90 دقيقة ما نزل الماي. لا صدق معليش بس انتوا تتناوبون. ايه نتناوب اثنينكم. ايه شوط. طيب ما شفتوا حل تعلقونها حاجة شيء؟ لازم نوجه يمين ويسار، لازم عشان هذا يسمع لازم تدخل بشري. صراحة شيء خطير. ايه. الله يساعدكم الله يسلمك ويوفقكم وان شاء الله ليلة الفوز. الله يسلمك. الله يسلمك. هذا مو ابناء النخيل، هذا مو ابناء الحسا. احي 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 احي. طبعا هذه اسرار من المدرج الموجوده هنا، يعني ممكن انتم ما تشوفونها بالاعلام، لكن هنا في ناس تشتغل ما شاء الله تبارك الله. بس شو السالفه هنا؟ تيفو هنا عشان الفهيد. الان الدقيقه 10 وخلي عشان الفهيد بس. تيفو ثاني. ايه ان شاء الله باذن الله 2-0. والله العظيم الاشياء اللي تشوفونها والجماليه هذه كلها يتعبون فيها، والله يتعبون فيها. يعني عادي هذه تنتقل الحين 20,000 مره، يودونها ويرجعونها يودونها ويرجعونها. في التوقيت الدقيقه 14 بالضبط وبالتمام. للفتحاوي اليوم ان شاء الله ان الفتح يفوز ان شاء الله. وجهك جديد على الملعب. الله يعزك. فعلا كلامك. اول مباراه احضرها. انا هنا في المدرج خابز المدرج كله. احنا من يعني اعرف الاوجه الجديده اللي تجي. الله يعزك. ونورتنا وشرفتنا. واحنا اكثر والله. الله يسعدك. احنا محبين لنادي الفتح ونتمنى انه يفوز. نعم. واسعدنا الان استمراره في الممتاز. صحيح. طيب السؤال، هل تفضل. انا مكرمي بعد قلبي، الله يسعدك. هل راودك يوم من الايام وقلت ممكن الفتح يهبط؟ والله بداية الموسم كان أشغل الجميع، مو أشغلني أنا، الجميع أشغله صراحة. جميل. يعني نتائجه كانت ما هي بمستوى الفتح المعروف. نعم. نتائج كانت يعني تصور لكن في المرحلة الثانية لا. الفتح تغير كبير، تغير اللعيبة، جهودات الإدارة كانت لها جهودات لمسات كبيرة. يعني لا يخفى عليكم أن الإدارة مو كل شيء يكون ظاهر للجمهور أو المشجعين، هناك محسوبيات أخرى أنها ترتقي بالنادي. وبذلك أنا من رأيي الشخصي أن هناك أيادي كبيرة خفية من سواء كان رئيس النادي أو المجتهدين معه من أعضاء مجلس الإدارة، كانت لهم الأيادي الكبيرة. وبذلك أهنئ رئيس النادي وأهنئ الجمهور وأهنئ أعضاء مجلس الإدارة. هنيئا لكم باستمرار الفتح. وترى يا إخواني عادة الفتح دائما في البداية بعدين. احنا الموسم القادم إن شاء الله نتمنى يكون الاستعداد من قبل البداية، سواء كان للعيبة أو مجلس الإدارة بالتوصيات. فأشكركم، أشكر الإعلام عندكم أنتم، بارك الله فيك يا أستاذ. رسالة للجمهور الفتحاوي. هنيئا للفتح هذا الفوز الكبير، هنيئا لكم. وإحنا نهنئ أنفسنا أصلا. ممتاز. إحنا ناس بنشجع الفتح وبحمد الله، لكن محبتنا الكبيرة للفتح يعني قديش أسعدنا اللي هو بقاء الفتح في المرحلة الممتازة. يعني إذا أنكم حبيتوا مرة والله إحنا 1000 مرة. ففي الختام تحياتي لرئيس النادي ولأعضاء مجلس الإدارة وللعيبة الأفاضل. شو اسمك؟ منار. طيب ليش جاية اليوم؟ عشان يفوز الفتح. بس إذا إحنا موجودين ما يفوز الفتح، بس بدوننا يفوز الفتح. طيب سؤال الحين، خلي بدونكم وموجودين. الآن نهاية هذه آخر مباراة في الموسم، أوكي؟ كم مباراة جيتي هنا حضرتي؟ 14.
مرات. 4 مباريات. تقدرين تعرفين وش الافريقيا اللي جات هنا وحضرتيها؟ لا هذا النصر. باقي 3. ما أعرف البقية. ما تعرفينهم؟ الفتح والهلال. حلو يعني. هدف التعادل يا جماعة الخير. سبحان الله جيتي وجيهكم خير ولا ايش السالفة؟ بس أبي أعرف. هدف التعادل. ها ارقص ارقص. هدف التعادل ولله الحمد ويا رب الفوز باذن الواحد الاحد. توقع مراد اليوم يسجل ولا لا؟ مراد بكل مباراة يسجل. مباراة مراد لعبه كبير وفنان ما شاء الله، وراح ينادي المنتخب ان شاء الله يلعب في قطر ضد السعودية ويسجل على السعودية. احنا جايين اليوم ان شاء الله نشجعوا الفتح وبنحب الفتح، احنا عايشين هنا في الاحساء. هذه المباراة الكم حضرتوها؟ كثير يعني كل مباريات هنا ما شاء الله. والله 10 أو 15 أو 20 يعني المباريات كلها. هذا بس هذه السنة. سؤال عشان بس مراد؟ لا أنا بحب الفتح صراحة. أنا أحب الأحساء وأحب أهل الأحساء. ممتاز. أهل الأحساء ما شاء الله ناس طيبين. فتحاوي روماريو. ايضا من ضمن المدرج العظيم راح شوي نسلط الضوء على المشجعين الاوفياء. اوكي، اول مشجع وفي مشجعنا الوفي الله يخليك اللي في كل مباراه موجود ان شاء الله. بما ان اليوم اخر مباراه في الموسم واخر مباراه على ملعبنا لاجل الفتح وان شاء الله الفوز جاي. انشر لنموت لنموت فتحاوي سميم. شوف لو ننزل الدرجة الثانية أنا مع الفريق، تدري ليش؟ لأن احنا من أهل الحاسة، وإذا احنا ما نجي نأوزره من أوزره. عليهم نفوز على النصر ونزيدهم بالخشم. طبعا لازم نشكر المنظمين ايضا، بما ان اليوم الحلقه الاخيره انا قاعد اسلط الضوء على الشخصيات اللي ما تطلع في المدرج. ايضا المنظمين بيض الله وجيهكم وشكرا لكم. العفو. اتفقنا. الله يسعدكم، ما شاء الله عليكم، تنظيم لا يعلى عليه. هدف التعادل من مراد باتنا، وتحيه من الجمهور لمراد باتنا. شلقون والله وحش. شزي وحش. شوف الجمهور تفرج. لا شعور. لا شعور. ها؟ لا شعور. تفرج على جمهور الفتح وبالتعادل. الحسا كله. هذا هم اهل الحسا. فتح حبيب قلبي والله حبيبي. اهلنا والله جاي من الدمام والله جاي من الدمام عشان اعازر فتح والرجال اللي فيه. وش هالرعب يا جماعة الخير، وش هالرعب، شيء مش طبيعي. في وسط الحدث كلنا نترقب الثالث، ويا رب يا رب 3 نقاط او على الاقل التعادل بس. يلا يا رب يا رب يا كريم يا رب يا كريم. يلا ادارت 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 ادارت. ثلاثة 2 والحمد لله على كل حال. الله 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 حلوين. خلونا نستمتع ونرجع لكم. صافرة الحكم وبانتهاء المباراة وبفوز الفتح وبفرحة أهل الحسا وبفرحة أبناء النخيل. هنا نعم هنا الأحساء وهنا الفتحاوية يفرحون. تحية للأبطال هم أهل الأولى، شكرا لهم جميعا ونشكرهم. هنا فخر الأحساء، هنا أبناء النخيل لا يعرفون المستحيل. هنا الفتح الكبير نشب للهلال في ملعبه والآن يفوز على النصر في ملعبه. هذا هو الفتح، هذا هو فخر الأحساء. بإذن الله السنة القادمة سننافس على آسيا. بالتوفيق للفتح. باقي انشودة للفتح بعد. يلا عطنا اليوم الحلقة الأخيرة لكم يبا. يا من هواه أعزه وأذل
دلني. الله. كيف السبيل إلى وصالك يا فتحاوي دلني. باقي لأقعدن على الطريق وأشتكي وأقول مظلوم ومراد باتنا بالعبا ظلمني. انا عايز اقول مبروك للكره السعوديه كلها، الاداء الجميل والاداء المشرف. والله شرفت الكره العربيه والعالميه بالاداء والشكل الجميل اللي موجود. احنا بنشكركم كمصريين على رفع راسنا قدام العالم كله. حبيبي الله يبارك فيك. نورتنا وشرفتنا حبيبي الله يبارك فيك. مبروك، وان شاء الله السنه الجايه يصير ثابت 100%. ما في الاوائل ان شاء الله، من الاوائل اكيد. الحمد لله الحساوي والحمد لله الفتحاوي. بس انا اقول بدري عليك، بدري عليك. وينك يا حبيبي وينك؟ وين اليوم كريستيانو؟ ما شفتوه؟ والله ما ادري. ما شفتوه؟ صراحه ما شفته. يمكن اقرب طياره يمكن راح الرياض. لا يقول نستو يمكن نستو قبل نستو. فوزنا نحمد الله على السلامة. آسيا تستاهل اقسم بالله. جا الناصر، جاء اي فريق يجي هنا ندق ونمشي. اقول يبيك توصل بيض الله وجهك. سيف النخل ما عندنا هنا. استاذ ابراهيم الله يسعدك، يعني شلونك؟ الله يحفظك. يعطيك العافيه، شكرا على كل جهودك. نبي كلمه لاهالي الاحساء، للجمهور الوفي. يعني ممكن الان انت خذيت كم لقاء في القنوات، ابي فقط نسلط على الجمهور. اليوم احنا مدرج الفتحاوي، وش حاب تلقي كلمه بنهايه هذا؟ والله مشاعري صراحه تجاه الجمهور ما اقدر اني اعبر فيها واعطيهم حقهم فيها. الجمهور آمن في اللاعبين وآمن في الإدارة وآمن في الجهاز الفني وآمن في كل اللحظات، ما فقد الأمل وكانت ثقته كبيرة والله الحمد فينا. اليوم احنا أحد أكبر الحضور الجماهيري في ملعبنا والله الحمد. هذا في ظل كان موسم في بدايته كانت سيئة جدا، لكن والله الحمد احنا محظوظين والله الحمد ومغبوطين فيهم وفي هالجمهور والله الحمد اللي يحملنا مسؤولية العمل ان شاء الله للمرحلة القادمة. وان شاء الله بعد الدور الاول هل كنت في توقع ان الفتح راح ينهض؟ بصراحة يعني الأرقام شوي كانت جدا مش لابد. أنا لو إني ما كنت واثق من هذا الشيء ولا كنت واثق من المنظومة اللي والله الحمد صارت موجودة، ما كان قلت لك أنا خلاص أنا أمشي وأروح وخلاص. لكن كانت مسؤوليتنا وحرصنا ان احنا نؤدي امانتنا اللي الحقيقه الكل اتمنى فيها. اليوم مشاعرنا ايضا يعني بالذات اليوم التكريم اللي تم تقديمه للكابتن محمد الفهيد، الحقيقه نوجه له شكر كبير لكل ما قدمه في اخر 20 سنه في هذا النادي، خدم فيها النادي وكان شاهد. واسمحوا لي ايضا اني انا نيابه عن كل الجمهور اشكره عن كل ما قدمه نيابة عنكم جميعا. شكرا لك ابو ابراهيم، ونختم حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم، ختام حلقتنا، يعطيكم الف عافية، نلقاكم في الموسم القادم ان شاء الله.